عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. والنهاردة بقى تصوير حصري من محطة بكوس. هنشوف بقى اخر تطورات المحطة. هنا بقالي كتير جدا ما صورتش في محطة بكوس، وزي ما حضراتكم شايفين احنا كده عدينا المزلقان وفي اتجاهنا للظهرية. شايفين كده جميع الأعمدة تم الانتهاء منها، والأعمدة مجهزة لاستقبال الكاميرات. محطة بكوس بقى هتكون أول المحطات العلوية لغاية طبعا أبو قير، ولكن أنا مصورتش في محطة بكوس قبل كده. صورت بس أثناء إزالة المحطة نفسها لما كانت محطة قطار. وكل ما كنت باجي اعدي يعني من عند المحطة ما كنتش بلاقي اعمال خالص في المحطة، عشان كده قلت بقى لسه شوية على محطة بكوس. ولكن بقالي فترة كنت بعدي على المحطة وشفت الاعمدة، بس ما كانش يعني في نصيب اني اصور. والنهاردة بقى قررت اصور مع حضراتكم الفيديو هنا عشان تكونوا طبعا على دراية بكل حاجة بتحصل في مترو اسكندرية. واحنا دلوقتي بنصور من محطة بكوس، وهنوصل مع حضراتكم لحد محطة الظهرية. محطة الظهرية اخر المحطات السطحية. طبعا المترو سطحي من محطة مصر لحد الظهرية. من بكوس لأبو قير هيكون المترو علوي. صورنا مع بعض قبل كده في محطة سيدبش وشفنا الأعمال هناك. تم الانتهاء من جميع الأعمدة وكمان ظهور جسر المترو. لو لسه مشفتوش الفيديو هتلاقوه موجود على القناة. كده رحنا للجهة التانية من المحطة، وطبعا المنظر صعب جدا، انتشار القمامة في كل مكان. مش بس هنا، كمان عند محطة سيدي بشر، وكنت صورت ده لحضراتكم. يعني الموضوع بصراحة مش حضاري خالص، الموضوع صعب جدا. طبعا عمال شركة نهضة مصر دايما بيلموا كل القمامة اللي موجودة في الشوارع، بس برضو الناس بترمي تاني. مفيش اي رحمة عند الناس بعمال شركة نهضة مصر. بصوا رجعنا عند الجهة التانية وبرضو في قمامة كتير جدا. بصوا على الجانبين، الموضوع صعب قوي بصراحة وبيساعد على انتشار الأمراض، فربنا يحفظ الجميع. هنكمل كده بقى في طريقنا. طبعا دي الأعمدة اللي موجودة في محطة بكوس. لسه الناس بتسألني عن ميعاد تسليم المرحلة الأولى لمترو اسكندرية. وطبعا قلنا لحضراتكم ان المفروض المشروع بياخد 38 شهر، واحنا خلصنا منهم سنة و9 شهور. لسه فاضل 20 شهر تقريبا. يعني في 2027 هيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع مترو اسكندرية. بالنسبة بقى ان الناس متضايقة لتأخير الميعاد بتاع التسليم، يا جماعة احنا قلنا لحضراتكم دي محطات بتتبني من اول وجديد. بيتم تجهيز البنية التحتية للمحطات، وبعد كده الاساسات والاعمدة والكاميرات. يعني محطات بتتأسس من اول وجديد، مش محطات قديمة وبتتجدد. فالموضوع هنا مختلف تماما، وطبيعي ان هو ياخد وقت طويل. انتوا ممكن تكونوا شايفين ان الوقت طويل، ولكن يعني احنا قلنا قبل كده دي بقى تصاميم هندسية وحاجات فنية احنا ما نعرفش عنها حاجة. بس طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا كل يوم بنصور لحضراتكم في محطة غير المحطة اللي قبل كده، وبتشوفوا الأعمال. احنا هنا عند مزلقان سينما ليلى، ومكملين مع حضراتكم لحد ما نوصل للظهرية عشان برضو تكونوا على دراية بالتطورات اللي بتحصل هنا. خلاص كده على طول المسار تم الانتهاء من أعمدة المحطة لبكوس. وبالنسبة للظهرية هنشوف دلوقتي التطورات اللي تمت هناك. لو لسه مشتركتوش في القناة شرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. قناتنا خاصة بكل مشروعات اسكندرية وشواطئها، وكل حاجة تخص اسكندرية هتلاقوها موجودة على القناة. احنا مازلنا موجودين في محطة بكوس، وزي ما حضراتكم شايفين جميع الأعمدة تم الانتهاء منها، والأعمدة خلاص جاهزة على تركيب الكاميرات. ولكن اعتقد ان هنا هيدخل بقى الماكينة العملاقة، لان هنا اصعب الاماكن، فهيتم تركيب الكاميرات من خلال الماكينة العملاقة اللي صورناها مع حضراتكم في محطة فيكتوريا. ولو لسه مشفتوش الفيديو هتلاقوه موجود على القناة. لسه مكملين جولتنا وكده في اتجاهنا لمحطة الظهرية.
اخر المحطات السطحية عشان نشوف اللي تم في المحطة بالظبط. هنا بقى بدأنا نوصل عند محطة الظهرية، وهنلاحظ وجود معدات كتير جدا داخل المحطة، منها الحفار اللي بيتم حفر الأرض من خلاله، وكمان وضع الأساسات، وبعد كده بقى هيتم بقى وضع الأعمدة وتركيب الكمرات، نفس اللي حصل في باقي المحطات بالظبط. هنا ده الحفار اللي هو لونه أصفر داخل المحطة. زي ما حضراتكم شايفين مفيش اي جديد لسه في محطة الظهرية. الاعمدة كلها اللي تم تركيبها لغاية بس محطة بكوس، ومن محطة الظهرية لسه بقى بيتم عمل الاساسات في المحطة. لحد كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.